هذه الزيارة زيارة السيد الرئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد شجاع السوداني، تعتبر زيارة هامة جدا، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة. هناك تطورات كبيرة وخطيرة في المنطقة، نعم. خاصة في سوريا. وأيضا خلال هذه الزيارة تم مناقشة وتم تطرق على ملفات عديدة اقتصادية، سياسية، أمنية، وهناك ملفات كثيرة. وأيضا لابد أن نشير إلى تطوير العلاقات بين جمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، لأن هذين البلدين لديهما علاقات وطيدة وتاريخية وعلاقات متجذرة. وهذه الزيارة في هذه الأوقات كانت زيارة هامة جدا، وتم التطرق إلى ملفات كثيرة: الأمنية، الاقتصادية، والأوضاع الراهنة بالمنطقة، بالإقليم، وتطورات دولية. مهم. وأيضا أكد الطرفين على حواجزهم المشتركة، وأيضا مشاكل المشتركة وخطرات مشتركة محيطة بالعراق وبالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطرق المواجهة مع هذه الخطرات. وأكدوا على لغة الحوار مع كل الأطراف لحل الخلافات، لأن لغة التحديد ستزداد أو زيادة الخطرات وأيضا التحديات. وأكدوا على استخدام لغة الحوار بين الطرفين وبين الدول المختلفة. وأيضا هناك ملفات الاقتصادية، ربط السكك الحديدية بين إيران وبين العراق. وأيضا الطرفين أكدوا على الخروج أو انسحاب قوات الإسرائيلية من داخل الأراضي السورية، وأكدوا على الحفاظ مهم. سيادة الأراضي السورية ووحدة أراضيها. وأيضا هناك ملفات كثيرة إقليمية ودولية تم مناقشتها خلال هذه الزيارة. هذه الزيارة تعتبر من أهم الزيارات رئيس الوزراء العراقي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن بين البلدين هناك ملفات مشتركة، مهم. وأيضا تهديدات وخطرات مشتركة، وأيضا مصالح مشتركة. أكد الطرفين على تعزيز وتقوية العلاقات، لا سيما في طيب مجال طيب الاقتصادي سيد علي، بين كيف الطرفين. نفسر أن الصبغة الأمنية هي الطاغية على زيارة رئيس الوزراء؟ هناك بعض الاتفاقيات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراقية لإبعاد خطرات مشتركة وخطرات أمنية. وأيضا هناك بعض الاتفاقيات مهم. تم تأكيد الطرفين على تنفيذ هذه الاتفاقيات من ناحية أمنية أو من ناحية اقتصادية، لأن خلال المراحل السابقة، زيارات السابقة، أو من قبل رئيس الوزراء العراقي أو من قبل الرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بغداد، هناك اتفاقيات كثيرة، اتفاقيات مبرمة. والطرفين خلال هذه الزيارة وخلال مؤتمر الصحفي في طهران أكد على تنفيذ هذه الاتفاقيات، وتنفيذ هذه الاتفاقيات بمصلحة شعبين الشقيقين والصديقين الإيراني والعراقي. مهم. طيب يعني سيد علي، الرئيس الإيراني حذر من تفعيل الخلايا الإرهابية، إلى ماذا يشير يعني بقوله؟ هل يشير إلى عصابات داعش أم غيرها من المنظمات؟ نعم، هذا أيضا في ضمن حواجز مشتركة بين إيران وبين العراق، لأن مم. خطر توسيع مجموعات أو فصائل الإرهابية في سوريا موجودة لا يزال. وأيضا هناك ممكن تنشيد بعض خلايا الإرهابية داخل سوريا أو دواعش أو مجموعات أخرى. وتحدد أيضا هذه المجموعات الأمن والسلم الإقليميين، وأيضا الكيان الصهيوني مم. بسبب هجماتها ضد سوريا، ضد لبنان، ضد فلسطين. أيضا هذا الكيان يحدد الأمن والسلم الدوليين والإقليميين. ولهذا السبب هناك خطرات مشتركة أيضا بين دول المنطقة، ويجب عليها أن تتوحد هذه الدول من أجل مواجهة هذه الخطرات، لأن الكيان الصهيوني لديه أطماع كثيرة في داخل الأراضي الأردنية، أراضي المصرية، وأراضي سوريا.
الآن نحن نشاهد تم احتلال الأراضي الجديدة داخل أراضي سوريا، وتم انتهاك سيادة هذه الدولة، والكيان الصهيوني قطعا لن يخرج من هذه الأراضي المحتلة من داخل سوريا. وأيضا بعد سقوط الحكومة بشار الأسد أيضا هاجمت هجمات كثيرة ضد سوريا، ضد مراكز حساسة، ضد قواعد العسكرية والمطارات العسكرية والمدنية، وتم تدمير أكثر من 95% من قدرات العسكرية السورية. ولهذا السبب هذا الكيان يحدد الأمن الإقليميين. نعم سيد علي، دعني أسألك هنا، هل العراق هو وسيط مقبول لدى إيران يعني للقيام بوساطة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بالملف النووي وملفات أخرى في المنطقة؟ البعض يقولون سيادة الرئيس الوزراء حامل بعض الرسائل، وأيضا إذا ننظر إلى العلاقات الطيبة والعلاقات المتجذرة بين بلدين، نستطيع أن نقول بإمكان العراق أن يكون وسيطا نزيها ووسيطا محايدا لحل الخلافات بين إيران وبين الدول الأخرى. ولهذا السبب هذه المساعي من قبل العراق باعتقادي مساعي حميدة، وبإمكان العراق أن يلعب دورا وسيط نزيه ووسيط مقبول لدى إيران. سيد علي، يعني على ماذا يتوقف نجاح مخرجات زيارة الرئيس محمد الشيع السوداني إلى إيران؟ بحد كبير إذا ننظر إلى العلاقات بين البلدين وتعزيز العلاقات، لأن إيران والعراق بينهما علاقات جيدة وعلاقات متطورة، وأيضا كل الطرفين أكدوا على تطوير وتعزيز هذه العلاقات، لا سيما في هذه المرحلة. إيران كانت بجانب العراق في حربها ضد داعش في خلال سنة 2014. نعم. وهذا الانتصار أيضا كان انتصار العراق وانتصار لإيران وانتصار كل الدول، حتى كل العالم، ضد داعش، لأن الدواعش في ذلك الوقت أيضا هددوا كل دول العالم. والآن أيضا هذه الحواجز وهذه الخطرات موجودة، وباعتقادي هذه الزيارة ستثمر في المستقبل القريب وبمصلحة الشعبين. نعم، الباحث والصحفي الإيراني السيد علي برزنوني كنت معي ضيف، وشكرا لكل هذه الإيضاحات.